بسم الله توكلت على الله. معاكم نشوة من مطبخ لمة صحاب فود. النهاردة ان شاء الله بإذن الله هنعمل العظمة ده. بسكويت رائع، بسكويت سهل جدا سريع قوي. عملناه بثلاث اشكال. ما شاء الله، بصوا شكله عامل ازاي، لوحة فنية بجد. ده ما يتاكلش، ده يتشال كده يعني. منظر رائع حلو قوي، محدش يصدق ان ده بسكويت خالص. شكله تحسين ان هو شوكليت، بس من تحت من فوق شوكليت ومن تحت بسكويت. ما عندكيش القالب السيليكون اللي انا هستخدمه. استخدميه في اي حاجه. عايزه تقدميه ساده تمام زي ما انا قدمته كده. عايزه تقدميه بالشوكليت وتزينيه بالسبرانكل، مفيش اي مشكله خالص. سهل، طريقته سهله سهله جدا وسريعه قوي. يعني مش هياخد في ايدك حاجه. مكوناته عندك كلها في البيت، مفيش هتلاقي مكون ناقص. نروح للمقادير بقى. عندي بالظبط 125 جرام زبده. 125 جرام زبده بما يعادل تمن زبده. تمام. 125 جرام زبدة. كوباية الا ربع سكر بودرة. يعني يستحسن ان هو يكون سكر بودرة، تمام، عشان تعرفي تدوبيه كويس مع يعمل قوام كريمي. بيضة كاملة. باكت فانيليا. معايا هنا نص كوباية نشا. هقلب المكونات كلها. الزبدة تكون طالعة عندك من التلاجة، تسيبيها بالظبط في المطبخ 10 دقايق وتبدأي تشتغلي بيها. تمام. هبدأ بقى ان انا امزج المكونات كلها مع بعض عشان يكون خليط كريمي، او مش شرط كريمي، انا عايزه كل المكونات تمتزج مع بعضه. السكر خالص ما يبانش ولا ذره سكر، يعني كله يمتزج مع بعضه. البيض والنشا والفانيليا والسكر البودره والزبده. تمام. انا استعملت زبده نيوزيلندي، اسفه، نيوزيلندي. ما عندكيش زبده نيوزيلندي استعملي. انا هقول لك اقل حاجه في السوق استعملي بيها. اعملي لولادك حاجات حلوه. ما تشتروش حاجه من بره، الحاجه غاليه. اعمليه باقل المقادير عندك. مش شرط زبده نيوزيلندي لو مش متوفر او غاليه بالنسبه لك. استعملي اي نوع زبده. في زبده برضو كريستال تحفه، فرن حلوه، بس فرن هتلاقيها غاليه عليكي. كريستال يمكن اقل من فرن كتير. فاستعمليها، مفيش اي مشكله. تاخدي منها بالظبط تمن كيلو، يعني نص الربع. تمام. قلبت كويس لغايه ما امتزج وكون خليط كريمي شويه. تمام. بصي ما شاء الله، القوام كله بايدك، كله بايدك، ما استعملتش اي حاجه خالص. عندي هنا كوبايتين دقيق منخول، لازم يكون منخول عليه ذره ملح، من غير بيكنج باودر. البسكويت انا ما بستعملش ليه بيكنج باودر خالص، عشان انا مش عايزه يفرش معايا او ينفش معايا. تمام. هبدا بقى ان انا الم العجين. طبعا البسكويت احنا مش بنعجن فيه عشان ما يعملش معانا عرق ويبوظ معايا. تمام. هبدأ ان انا يعني اجمع كل المكونات، يعني زي البس بالظبط كده، زي ما احنا بنبس القرص، او بنبس الكحك. احنا هنبدأ البسكويت كله عموما احنا بنبدأ نلم فيه، مش بنعجن. تمام. بصي انا بكونلك، ببدأ ان انا ماشيالك براحتي خالص خالص، عشان تشوفي المكونات عندي بسيطة وسهلة جدا جدا. مفيش حد ما عندهوش في بيته مكون من اللي انا قلته. يعني ان شاء الله بإذن الله يكون عندك، ويكون عندك بزيادة ان شاء الله بإذن الله. اللهم وسع في رزقنا جميعا يا رب. اللهم احسن ما بين ايدينا يا رب، وارزقنا من حيث لا نحتسب ان شاء الله بإذن الله. ويعدي المحنة اللي احنا فيها دي على خير ان شاء الله بإذن الله. تعملي كل حاجة في بيتك ان شاء الله بإذن الله، ما تشتريش من بره حاجة. تمام. بدأت ان انا اوريكي ازاي العجينة اتلمت معايا وبقيت قوامها ممتاز، ما احتجتش اي حاجة. المقادير عندي مظبوطة ان شاء الله بإذن الله، 100% مظبوطة. ما احتجتش اي حاجة بالمكونات اللي انا قلتلك عليها، مقادير مظبوطة جدا. تمام. بدأت ان انا انا بس عايزة الم وانضف الطبق خالص اللي انا بعجن فيه. تمام. ما شاء الله، حلو حلو حلو. انا مش عايزه اكتر من كده. القوام بتاعها يجنن، القوام بتاع العجينه تحفه. انتي بتهيالك ان هو ملزق، خالص مش ملزق، عشان انا ما غسلتش ايدي. انا لو غسلت ايدي وبدات ان انا هيتكون معايا عجين ملمسه حلو ناعم جدا، مش بيلزق. تمام. بصي ما شاء الله، حلو قوي قوي. بصي القوام بتاعه عامل ازاي بايدي النظيفه. ما شاء الله القوام تحفه تحفه. لما تيجي ان شاء الله باذن الله تخبزيه مش هتلاقيه شقق معاكي، هتلاقيه ناجح معاكي جدا. ما شاء الله. بدات بقى خلاص ان انا هلم العجينه. بتاخدي العجينه بعد ما بتلميها كلها، مش بنعجن طبعا زي ما احنا قلنا. بنجيب كيس بلاستيك عندك او ستريتش. بتقسمي العجينه نصين، وتروحي لماها حطها في التلاجة بالظبط بما يعادل ربع ساعه بالكتير. وبعد كده نطلع بقى ايه، نشتغل فيها براحتنا جدا، عشان هنبدأ نفرد بالنشابة وبالقطاعات بتاعتنا. نبدأ نقطع. تمام.
مش هنقطع بقطعات. لو هتقولي انا ما عنديش قطاعة هقولك هنقطع بالكوباية. اصغر كوباية عندك كوباية القهوة، فنجان، اصغر قالب عندك تبدأي ان انت تقطعي بيه. جبت اول عجينة عندي، بدأت ان انا افردها. افردها احطها على على الرخامة بتاعتك عندك، اللي هو مفرش العجين ده. تمام، ما تأزميش نفسك، اعمليها بأي طريقة انت تتخيليها. وابدأي حطي ورقة زبدة وابدأي افردي بالنشابة. هوريكي السمك اللي احنا عايزينه. جبت اصغر كوبايه عندي اللي انا بشرب فيها القهوه، بدات ان انا اقطع. تمام، واشيل العجينه سهله معايا جدا. بصي ما شاء الله، ملمس العجين يجنن يجنن، حلو قوي. بصي ما شاء الله، بشيلها لك تحفه. عندي صينيه ألمونيا، لازم نستخدم صواني الألمونيا في الخبز او في البيتزا او في الكراسو او في الباتيه او في اي معجنات، نستخدم الصواني الألمونيا. التسويه بتاعتها ممتازه فوق الممتازه. بلاش البايركس، بلاش التيفال. التسوية في المخبوزات عموما في الألمونيا. تمام، بدأت ان انا اشيل اللي ما تعجبكيش ارميها. مش ارميها يعني، ابدأي شكليها تاني واعمليها تاني. ما شاء الله، حاولي يساوي بس الاحرف بتاعتها. هبدأ ان انا الم العجينة، بسم الله ما شاء الله. من كوبايتين دي عملت معايا كمية ممتازة. بوريكي، بدأت ان انا افرد لك واحدة تانية من غير ورقة زبدة، عشان اللي ما عندوش ورقة زبدة ما يتأزمش خالص خالص. مفيش حاجة ان شاء الله تقف قدامكم بإذن الله. بصي ما شاء الله، البسكويت عندي عامل ازاي يجنن. ما عندكيش بقى قالب السيليكون اللي انا هشتغل فيه، قطعي بقى بالقطاعات اللي عندك. قطعي بالشكل القلب وردة، اللي هي قطعة البسكويت اللي هي اشكال دي. الضغط اللي هي بتضغط تطلع لك شكل، اللي هي بتاعه المعمول دي برضو تحفة، حلوة قوي. بصي انا مش بسيب لك اي حاجة خالص. ببدأ ان انا اشتغل بالعجين اللي هيفيض. ومفيش ان شاء الله باذن الله حتى فاضت معايا حته صغيره جدا جدا. ما هدرتش من العجين اي حاجه خالص، استعملت كله. بسم الله ما شاء الله، تحفه. هبدا ان انا اسويه على طول، مش هسيبه يرتاح خالص. بدات ان انا اسويه على طول، مجرد بس ان انا سبته يعني على ما كملت الكميه سبته بس كده. وبعد كده مشغلين الفرن قبلها بربع ساعة على درجة حرارة 200 على على الوسط على الشبكة. تبدأي ان انت تحطيه بالظبط 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 10 دقايق. احنا مش عايزينه يعني هتقولي لي 10 دقايق لسه ما استواش، هقول لك خالص 10 دقايق بيستوي. تسيبيه يطلع في الهواء ربع ساعة. ربع ساعة بالكتير قوي تلاقيه ما شاء الله تحفة، نشف ومقرمش وروعة، حلو قوي. 10 دقايق فقط لا غير تسوية. تمام، بدأت ان انا اجيب العجينة التانية، وبدأت ان انا بقى اقطع. عندي قطعة كده على شكل هي دي، انا مش عارفة دي ايه بصراحة، دي نجمة بقى ولا ايه، مش عارفة يعني. بدأت ان انا اقطع بالقطاعة دي برضو، نغير الشكل اللي هو الشكل القالب اللي هي الكوباية. انا عندي تقطيع اللي هي قطاعة اللي هي المدورة، بس عشان ما ازمش عليك الدنيا قطعت بكوباية، عشان ما تقوليش انا ما عنديش قطاعة. استخدمي القطاعة اللي انت عايزاه، استخدمي الشكل اللي انت عايزاه. اي حاجة ان شاء الله باذن الله تبقى سهلة في ايدك جدا. بدأت ان انا استخدم العجينة التانية، اي حاجة ليها حاف كده يعني. الاسباتيولا بتاعتك، اي حاجة اي حاجة، سكينة طلعي بيها عشان ما تعيديش التقطيع تاني يعني. ما شاء الله، بصي برضو اللي مش هتعجبني هحطها على جنب. يعني مفيش اي مشكلة خالص، هكمل عجن واعجنها واشكلها بشكل احسن. ما شاء الله، بصوا يا جماعة الدنيا عندي روعة روعة، والريحة تجنن. ومفيش أي مشكلة. هتقولي الزبدة النيوزيلندي غالية، هقولك يا ستي استعملي أي نوع زبدة. أي نوع زبدة عندك، في أنواع زبدة رخيصة وبرضه هتديكي حاجة حلوة، برضه هتديكي طعم برضه حلو شوية. إن شاء الله بإذن الله تديكي طعم رائع. وتعمليه وتخزنيه، ووقت ما ولادك يعوزوا بسكويت يعوزوا اي حاجه حلوه يبقى موجود ان شاء الله باذن الله. عندك الخير وعندنا جميعا ان شاء الله باذن الله. بصي الشكل يجنن، انا ما بسيبلكيش ولا حته في العجينه، ما شاء الله روعه. ببدا اشيله بالراحه عشان ما اشكلش تاني. بصي القوام بتاعه، دي انا لقيتها رفيعه قلت لك مش هتنفع، رحت حطاها تاني. هو ده القوام اللي انا عايزاه، عشان طبعا ده مش هيعلى معانا في الفرن. فانا عايزاه سميك شويه، مش سميك قوي، لا سميك شويه يعني. اللي بلاقيها رفيعه في التقطيع بحطها تاني واشكلها تاني، مفيش عندي اي مشكله خالص. وارجع اشكلها بالسمك اللي انا عايزاه. يعني فماني، لان ده احنا مش بنحط فيه بيكنج باودر ولا بيكنج صودا. فانا بحتاج ان انا اقطعه السمك عالي شويه. السمك ده ممتاز حلو قوي، عشان مش برضو مش هيعلى معانا في الفرن. بصي ما شاء الله، حلو قوي حلو قوي.
اسفل الاضاءه كانت عندي مش مظبوطه. ده الجزء التاني اللي انا خلصته، حطيته على ورق زبده وهبدا ان انا اشكله. بصي بعد ما خرج معايا من الفرن شكله يجنن، حلو قوي. هو مستوي تماما يعني ناشف معايا ما شاء الله، بس انا عايزاه اللون ده، انا عايزه اللون ده، مش عايزاه ياخد لون من تحت او من فوق. عندي هنا شوكولاته بالحليب، بدات ان انا اقطعها صغير وبدات ان انا اسيحها في الميكروويف على 30 ثانيه، واخرجها وادخل تاني 30 ثانيه لغايه ما القوام يبقى معايا كده. وبعد كده حطيت 3 معالق زيت كبار، وبدأت إن أنا أقلّب تمام، عشان تدّيني لمعة حلوة. أنا باقلّب كتير لمّا بنيجي نعمل قوالب الchocolate في مرحلة في الشوكولاتة بنسميها الtempering، عشان نخلّيها بتلمع وتقرش معاكِ كده وأنتِ بتاكليها. عندي قوالب السيليكون دي على شكل وردة، شكل دايرة، شكل نجمة، الشكل اللي عندِك. ما عندكيش القوالب دي ولا تأزمي نفسِك خالص، خالص. ادهني البسكويت بفرشة سيليكون، الفرشة اللي هي بتاعة الزيت، ادهنيه أو غطسيه في الشوكليت، وبعد كده زينيه بالسبرينكل زي ما أنا هاوريكِ. ما فيش أي مشكلة خالص عندِك خالص، زينيه بالشكل اللي أنتِ عايزاه. بس أنا حبيت إن أنا أوريكِ حاجة جديدة وشكلها لذيذ وشكلها بجد يفرح، والنتيجة هتبهرنا كلنا ما شاء الله. رائع، رائع. بدأت إن أنا أحط الشوكليت يعني أنطرها نطرتين كده عشان ما فقاعات الهوا، لو في أي فقاعات هوا عندي تخرج. تمام. وهاجيب البسكويت بتاعي، هبدأ إن أنا أتك عليه شوية كده عشان يتماسك في الشوكليت. لسه هنحطها في الفريزر، بس أنا بتك عليه كده عشان يتماسك كويس أو ياخد الشوكليت كله. تمام. البسكويتة تاخد الشوكليت كله، انا مش عايزة يعني اداريها، لا انا عايزة الشوكليت من فوق والبسكويتة باينة عندي من تحت. ما شاء الله يا جماعة، تجنن تجنن. كان شكلها رائع، الولاد فرحوا بيها جدا. وان شاء الله باذن الله تعمليها ولادك يفرحوا بيها جدا وتفرحيهم جدا. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة الا بالله. كل حاجة تبقى سهلة في ايدينا ان شاء الله باذن الله. وسهل طريقته، مفيهاش اي حاجة صعبة. بس انا حبيت ان انا ما اجريكيش الفيديو عشان والله بس تستفيدي منه مش اكتر. حبيت ان انا اجرب في القوالب السيليكون دي، لقيت البسكويتة كبيرة عليها فركنتها على جنب. فبدأت ان انا بقى استخدم ان انا اخلي جزء سادة وجزء بالشوكليت، زينته بالفرشة السيليكون، وكان سهل معايا جدا. بصي بعد ما حطيته في الفريزر بالظبط 10 دقايق، احنا في الشتاء فبيجمد بسرعة، بدأت ان انا اطلعه. وشوفي بقى المنظر الرائع اللي يجنن، تحفة، تحفة. قالب السيليكون ده كنت شارياه ب45 جنيه. في عندك قوالب تانية اللي هي بتتباع بالواحدة، دي برضو حلوة. ممكن تشتريها برضو رخيصة، مش غالية. فهتديكي شكل حلو قوي قوي. احنا استعملنا الشوكولاتة بالحليب، ادتنا نتيجة حلوة وطعم رائع. ممكن تستعملي دارك لو انت عايزاها غامقة، تستعملي دارك. لو انت عايزاها شوكولاتة بيضة تستعملي شوكولاتة بيضة. مفيش اي حاجة، انا سايبالك الاختيار في نوع الشوكولات. شوفي شكله يجنن، حلو قوي بجد. جربيه ان شاء الله باذن الله وهيعجبك. هتنبهري بيه وبطعمه، طعمه يجنن. متهيألي 5 مكونات بس، وكل المكونات عندنا موجودة ان شاء الله في البيت ان شاء الله بإذن الله. فمش هتحتاجي تشتري حاجة من بره. عملناه بالشوكليت الاشكال السيليكون، وعملناه سادة، وعملناه دهناه بالشوكليت، وحطينا عليه سبرينكل. يعني الطريقة سهلة قوي قوي. جربيها ان شاء الله بإذن الله وادعي لي ان شاء الله بإذن الله. واستنيني في فيديو جديد ان شاء الله بإذن الله. يا رب الفيديوهات تكون بتعجبك ان شاء الله وتنول على اعجابكم. ما كنش طولت عليكم، اسفة جدا جدا، بس حبيت ان انا اوصل لك المعلومة بمنتهى البساطة ان شاء الله بإذن الله. ما تنسيش تعملي لايك وشير وتفعلي زر الجرس وتشتركي في القناة. وباي باي.